في لحظة تغير فيها كل شيء. تساقط الصواريخ الفرد صوتية على تل أبيب لم يكن مشهدا اعتياديا من الصراع، بل تغيير شامل لمعادلة ردع جديدة تفرض من الجو بسرعة خارقة. إيران تضرب وبدقة هذه المرة. صواريخ فاتح الفرد صوتية تتجاوز بسرعة 5 أضعاف سرعة الصوت، ولم تمنح تل أبيب حتى فرصة التفكير، لا صافرة إنذار كافية ولا أنظمة اعتراض قادرة على اللحاق، فقط اصطدام مفاجئ ودمار واسع. إيران لا تمتلك مجرد طراز واحد من هذه الصواريخ، بل ترسانة متنوعة تشمل الفاتح، أبابيل، وتطويرات على منظومة خيبر. هذه الصواريخ تتميز بالسرعة والدقة العالية والقدرة على المناورة والتغيير المسار أثناء الطيران، ما يجعل اعتراضها من المستحيل. مشاهد الليل لم تكن فقط فيزيائية بل نفسية مرعبة. صدمة ضرب العمق الإسرائيلي بهذه السرعة أرسلت رسالة واضحة: الرد الإيراني لم يعد نظريا بل واقع يمكن تفعيله بلحظة. إيران لم تخفي نواياها، أرادت أن تظهر امتلاكها، قدرة ردع جديدة تعتمد على السرعة والمفاجأة وتكسر بها ميزان القوى القائم منذ عقود. تل أبيب التي كانت تهدد طهران أصبحت تحت التهديد المباشر. للمرة الأولى تصبح مراكز القرار الإسرائيلي تحت خطر حقيقي لا يمكن احتوائه بالوسائل التقليدية. هذه ليست تقديرات الخبراء بل تصريحات للمسؤولين الإسرائيليين. هكذا وبلحظة واحدة تغيرت معادلات الردع. ما قبل الضربة ليس كما بعدها، والشرق الأوسط على أبواب مرحلة لا تعرف القواعد بل المفاجآت.